أيها المسلمون، إن الناظر في أحوال شبابنا في هذه الأيام لا يتألم أشد التألم ويتحسر أشد التحسر للحال التي وصل إليها شبابنا، شباب الإسلام. من شبابنا من يحفظ الكثير من الأغنيات ويحفظ أسماء الفنانين والفنانات. من شبابنا من أدمن على مشاهدة الأفلام والمسلسلات حتى حفظ أسماء الكثير من الممثلين والممثلات. سلوا شبابنا، شباب الإسلام، سلوهم عن الفاتحين في تاريخ الإسلام، سلوا شبابنا عن أولئك الرجال الذين كسروا كسرى، الذين كسروا كسرى وقصروا قيصر. سلوهم عن الخلفاء الأربعة والمبشرين العشرة، لن تسمع شيئا. سلوهم عن الخلفاء الأربعة والمبشرين العشرة، والله لن تسمع شيئا. أسفي 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 أن نجد من شبابنا من يموت ليحيا، ومن يحيا من شبابنا ليموت على حب ميسي ورونالدو. أسفي أسفي أن نجد من شبابنا شباب الإسلام من يموت كمدا وقهرا، بل وتتساقط دموعه حزنا. لا تظن أن ذلك على أحوال المسلمين وما آلت إليه من القتل والدمار والفرقة والشتات. من شبابنا من يموت كمدا ويموت قهرا، وتهطل دموعه حزنا على هزيمة البرشا أو الريال، على هزيمة البرشا أو الريال. أسفي أن نجد من شبابنا من يضيع وقته طوال الليل والجوال في أذنه، لا ينزله إلا إلى الأذن الأخرى، يتحدث بالحرام مع الحرام. أسفي والله أسفي أن نجد من شبابنا شباب الإسلام من يسمع حي على الصلاة، حي على الصلاة، وكأن الأمر لا يعنيه. شباب خلع لا خير فيه، وبورك في شباب طامحين. أخيرا إننا ننادي شباب الأمة ممن لا يزال فيهم بقايا خير، نناديكم يا أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، نناديكم يا أحفاد أبي عبيدة وخالد والقعقاع والزبير وحذيفة، نناديكم ونقول إن الأمة اليوم بحاجة إليكم أكثر من أي وقت مضى. إن الأمة اليوم بحاجة إلى شباب يحملون هم دينهم وهم عقيدتهم حتى يرتفع الدين والإسلام والسنة عالية. فقوموا يا شباب الإسلام، قوموا من رقادكم وانتبهوا لما يراد بكم. هذه حفصة بنت سيرين رحمها الله تقول، وما أجمل ما قالت يا شباب الإسلام اعملوا، فإني رأيت العمل في الشباب هو القوة. أرأيتم أن الشمس لا تكون قوية في آخر النهار كما كانت في أوله. قوموا يا شباب الإسلام وانتبهوا مما يراد بكم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. قدمت لكم هذه المادة من قناة مقتطفات علماء ومشايخ اليمن.